من هم العرب العاربة؟ انت كده عايزة ترجعينا في التاريخ المفقود اللي هو محدش يعرف عنه اي حاجة. العرب العاربة دول اولا اللفظ ده مش مصطلح، مش موجود في القرآن ولا في السنة. لكن ابن خلدون وابن كثير والطبري والمسعودي وابن هشام وغيرهم من المؤرخين لما جم كتبوا في التاريخ ذكروا ان العرب بتنقسم لثلاث اقسام. احنا ذكرنا المرة الماضية، فاكرة اتكلمنا على انهي عرب المرة الماضية؟ العاربة والمستعربة. صحيح كده. صح. طيب اليوم هنتكلم عن العرب البائده. العرب البائده ده يا اخوانا هم قالوا ده مصطلح. هتيجي تقولي طب استنى بس، هم ازاي عرب وما كانوش بيتكلموا عربي؟ ده اللي خلى علماء التاريخ والنسابين بيقولوا. النسابين يعني بتوع علم النسب، اللي بيجيب لك نسبك من اوله لاخره. قالوا ان كلمة العرب دي اصلا مصطلح جغرافي. هم المكان، الناس اللي كانت عايشة في الهلال الخصيب اللي ذكرناه في الفيديو الماضي، اللي كانوا عايشين في العراق وفي الشام، وكانوا عايشين فين؟ وكانوا شبه الجزيرة العربية. يبقى معنى ذلك مش كل اللي موجود في الاماكن دي لازم يكون بيتحدث اللغة العربية. بدليل ان المؤرخين قالوا ان العرب البائدة دول القوم اللي اهلكهم الله عز وجل واندثرت اثارهم، ولم يبقى منهم الا الاثار القليلة التي نحن نعلم عنها واللي ربنا ذكرها في القرآن. طيب لحظة واحدة بس، يعني انت عايز تقول ان القوم دول العرب البائدة اهلكهم الله؟ كانوا قبل سيدنا اسماعيل وقبل سيدنا ابراهيم بقرون كثيرة جدا جدا جدا، لكن لم يرد دليل بالتفصيل عنهم. ولكن ربنا ذكرهم في القرآن، والعلماء لما جم ذكروهم زي ابن هشام قال من العرب البائدة، وزي ابن كثير وزي المسعودي وزي الطبري قال هؤلاء الأمم التي أهلكهم الله عز وجل في قديم الزمان، وإنما أشار لهم إشارات لطيفة في القرآن. زي مين؟ قال لك زي عاد وزي ثمود وزي جديس. سمعت عن قبيلة أو عن قوم اسمهم جديس؟ سمعت عن العماليق؟ سمعت عن طا سين ميم؟ إيه ده؟ لحظة واحدة، هو طا سين ميم ده يقال إن هي كانت قبيلة أهلكها الله، وطا سين في أوائل سورة النمل. هل دول كانوا قبيلة؟ لما تيجي تقرأ في القرآن هتلاقي أي سورة بادئة بطا سين زي النمل. في القرآن كله طا سين، في النمل بس، مفيش في القرآن كله إلا طا سين بس. الباقي طا سين ميم. تلاقي طا سين، طا سين ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. تلاقي كل الكلمات المقطعة دي دايما تلاقي فيها قصص الأمم السابقة. ربنا يجيب لك قصة عاد وقصة ثمود وقصة العماليق وقصة، حتى وانت مش واخد بالك راجع كده ورايا سورة النمل هتلاقي فيها قصص الأمم السابقة، منها سيدنا سليمان. راجع كده مثلا طا سين ميم في سورة القصص هتلاقي ربنا ذكر لك عاد وثمود وقوم فرعون. راجع كده مثلا طا سين ميم في الشعراء يذكر لك قوم عاد وثمود والامم السابقه واصحاب الايكه. اي كلمه مقطعه تلاقي ربنا بيذكر لك الامم السابقه البائده. الفيديو القادم ان شاء الله تعالى هنعرف قوم عاد من الذي ارسل اليهم، وكيف اهلكهم الله، ولماذا اهلكهم الله، وهل فعلا حقيقه هم بناة الاهرامات او لا. بس كده، ارجو ان انت تتابعنا وتشير الفيديوهات دي، لان في لمحات قرآنية والله احنا المسلمين حتى ما نعرفش عنها حاجة، بنقرأها بس يعني، وما يعقلها الا العالمون. بس كده خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.